مرحبا بكم في لاشين لام يوتيوب. خاوتي ما تنساوش الاشتراك واعجاب للفيديو باش نستمروا في جلب الفيديوهات لكم. نخلوكم مع القصة نتاع أميمة اللي قتلوها في الشلف. هذه الحقيقة الكاملة من وراء مع هذه المحامية، واعطونا رأيكم فيما قالته. شكرا. السلام عليكم. جيناكم في هذا الفيديو باش نساعدوا المرحومه، نعطوكم الحقيقه تاع المقتل تاعها والعائله، لان كاع الناس راهي تكتب وكاع الناس راهي تهضر والمعلومات راهي خاطئه، ومازال باقي 3 خوتها صغار في حاله حرجه ولازم نساعدوهم. تبعوا معايا الفيديو للنهايه. اول حاجه خاصكم تعرفوا بلي هذه البنت الله يرحمها اسمها اسماء في الوثائق، يعني في شهاده الميلاد، وفي عامه الشعب العائله يعيطوا لها اميمه. اوكي، هذه البنت الصغيره ابوها اللي قتلها هو متقاعد من الجيش، سي ان روتريتي، ان انسيان ميليتير، جو كخوا في 2019 ولا 2018 دا لا روتريت تاعه. هذا الانسان في السنوات الأخيرة دار لحية ولا قميص ولا سلفي، وكان معروف في الحي بلي إنسان متشدد في الدين تاعه. وهما 5 ولاد، يعني هاد البنت أسماء اللي ماتت الله يرحمها هي الثانية، بس وكاين خوها أكبر منها و3 صغار خوتها أصغر منها. أوكي، هذا الأب كان معروف بالوحشية تاعه والعنف تاعه، وكان نرجسي، وكانوا كاع يعرفوه باللي شخصيه صعيبه بزاف. والام كما كاع اغلبيه الامهات الجزائريات كانت عندها 5 ولاد ما عندهاش وين تروح. حتى صرا المشكل تاع العام اللي فات وين قدمت شكوى الام، دارت شهاده طبيه وشهاده طبيه لبنتها وشكاو ودخل للسجن. هو كي دخل للسجن العام اللي فات القاتل الاب تاع هذه الطفله، كي دخل للسجن في الاول حكموا عليه 2 عام حبس وكتب فيها 6 شهور، لانه في الكلام مع القضاة ما تكلمش بيان، والباقي على جال بنته ومرته. لكن حكموا دخل غير 6 شهور وخرج، لان الام وبنتها سمحوا له الله اعلم، وطلقها شحال من مره، يعني ما كانوش في علاقه عاديه. معروف بلي هو اب وحشي وصار طلاق من قبل، والام رجعت له كما كاع الامهات الجزائريات في خطر الاولاد 5 كانت ترجع له. اوكي، هو في الحي كان معروف، وكان عنده خصام كبير مع ولده الكبير، لان ولده الكبير خرج من الدار وكان يحاول يساعد الام تاعه، وهذا الاب نرجسي ما يحبش انسان يتحداه. كان في خصام مع ولده الكبير، وكان حالف في ولده الكبير، وكان في خصام مع واحد من جوارينه، لان في الحي اللي كانوا فيه كان دائما يضرب مرته ويضرب ولاده وكاع يسمعوه باللي يضرب. حتى دخل في خلاف مع واحد من الجوارين اللي كان يحاول يسلك الاطفال ولا يتدخل، بس كل مره عنده التواغ، كل مره عنده الدباز. كانت عائله معروفه بالعنف والمشاكل. اوكي، شاسرة نهار المقتل تاع أميمة الله يرحمها، هو دروك هذا السيد الأب اللي هو متقاعد من الجيش كان خارج من الحبس وتسامح مع مرته ورجع، لكن رجع إلى نفس الطريقة يضربهم والتعنيف إلى آخره. شاءت الأقدار عاود ضرب بنته هذه أسماء وعنفها، وبنته هذه المرة مشكاتش. هي في المدرسة في الليسي بعض الأساتذة شافوها مضروبة، كي سقساوها شكون ما تعرفش تكذب، قالت لهم الأب هو اللي ضربها. الأستاذة ولا الأستاذ هما اللي عيطوا لي جندارم وخبروا السلطات، وعيطوا له السلطات اللي تما كاينه، هما ديجا يسكنوا بجانب الدرك الوطني. عيطوا له وقالوا له بلي ما تزيدش تضربهم، وجو داو له كاع هذيك تاع كيما حنا يديرونا في الروجيست السني بلي ما تزيدش تضربهم. هو غاطه داك النهار، غاطه كيفاش بنته عاودت خبرت بضربها، وهي البنت هذه اسماء مسكينه ماشي هي اللي خبرت، هي الاستاذه اكتشفت بلي البنت مضروبه. دونك كي تنالفا عليها كيفاش راكي باغيه تعاودي ترجعيني للحبس، لانه قلت لكم دخل الحبس المره الاولى وخرج دار غير 6 شهور، مالغي كانوا حاكمين عليه 2 عام وكتر، لان الام سمحت له. يعني هو المره الثانيه زعف بزاف من البنت اسماء انهم فاقوا بلي ضربها، وعاود دخل فيها السلطات الدرك الوطني. دوك داك النهار ضربها ضرب كبير وقتلها الله يرحمها. كيفاش بنتي عاودت
شكات وعاود غادي تدخلني للسجن من جديد. هادو حسب اقوال الجيران والعائله المقربه ليهم. احنا تفاصيل القصه ماش عندنا 100%، وتا واحد ما كان معاهم وتا واحد ما كان حاضر باش يقدر يعرف 100%. وهذا القاتل بالطفله هما ابوبخي 4 خوت ولاو عندهم اختهم. خوه العام اللي فات بالطفله باسماء اللي قتل، خوه العام اللي فات ثاني قتل مرته الله يرحمها واه في السجن وحكموا عليه اكثر من 15 عام حبس. هذا خوه واه باسكو مرته كانت في الطلاق وواحد يجيب قشها ولا جو سي با وصار مشكل وقتلها ودخل للسجن. معناه هو قتل بنته وعنده خوه قاتل مرته. خوها في السجن من العام اللي فات، هم حاكمين عليه اكثر من 15 وهو هذا العام. والناس اللي حكمت بزاف قالت لك الشعب اللي قال لك المؤسسات التربويه ماهوش يخدموا خدمتهم والسلطات ماهوش يخدموا خدمتهم. انا نظن المؤسسه التربويه خدمت خدمتها، لان الاستاذه ولا الاستاذ كي شافوا هذه البنت اسماء شافوها مضروبه عيطوا للسلطات وخبروا وعاودوا زعما طلبوا المساعده تاع السلطات. معناها المؤسسه التربويه دارت خدمتها. ولي الناس هاي تقول لك السلطات الجزائريه ماهيش تحمي الطفل، المؤسسه الثانويه غير خبوا السلطات الدرك الوطني عاودوا عيطوا له وعاودوا قالوا له ما تمش طفله وسنيه ومضى باللي ما يعاودش يضربهم. معناه السلطات الجزائريه خدمت خدمتها. انا مانيش ندافع عليهم، انا نحكي لكم القصه على حساب ما وصلتني المعلومات. دروك هو الاب زعف ان عاود السلطات الجزائريه سمعت وداك عاود سمع وخاف عاود يدخل الحبس. قبض بنته ضربها والام كي خرجت للشارع باسكو كانت حاسبه الضرب كيما موالف وخافت ما كاش داير فيها صهر بلي هاد المره غادي يقتلها. وديك المادريه اللي قتلها بها هو كان شاريها من قبل بس كان عنده حقد كبير مع الجار اللي كان يتدخل ويبغي يسلك الاطفال، وكان عنده حقد كبير على ولده اللي خرج من الدار وكان باغي يسلك الام تاعه. داكوغ دوك ديك المادريه ما كاش شاريها على جال اسماء الله يرحمها. هو الهدف تاعها ما كاش هي يقتلها، هو كان عنده خصام كبير مع احد الجيران وكان عنده خصام كبير مع ولده الكبير. المهم نهايه الموضوع باقي 3 دراري صغار على اسماء. هذه اسماء راكم تشوفوا فيها اميمه اللي مات الله يرحمها. باقي 3 اطفال صغار منها عاشوا الحادثه وهم في حاله نفسانيه رهيبه وماهمش حتى يقدروا يباتوا في ديك الدار. زعما هما والام تاعهم يقعدوا في ديك الدار بصح كي يجي الليل يروحوا عند الجوارين ويباتوا عندهم في الليل، يخافوا ما يقعدوش تماك وما عندهمش بلاصه اخرى يروحوا لها. حنا غادي نحاولوا كاين ناس يقدروا يوصلونا للاطفال، ونأكد بلي انا الاهم عندي هي مساعده الاطفال ال3 الصغار. انا ماشي حاجتي بالام باسكو لاحظت بزاف ناس راهم زعفانين من الام وقال لك الام هي السبب. انا ما ندخلش في هذه الامور، انا ما نحاسبش العباد، اللي يحاسب العباد هو ربي سبحانه. اوكي كل واحد يشوف حد بتاعه. انا حاجتي بالاطفال 3 صغار اللي صغار على اميمه وهم في حاله نفسانيه حرجه باسكو بوهم قتل اختهم. دونك سي كلير كو ما راهمش غايه. نطلبوا لكن الناس يتبعني اطباء نفسانيين دي بسيكولوج دي بسيكاتر تاع الطفوله راكم تفرجوا فيا. كاين ناس يقدروا يوصلونا لهاد الاطفال، اتصلوا بينا لقينا نديروا لهم ان سويفي بسيكولوجيك. معناها نتبعوا لهم نفسانيا. رمضان راه جاي، العيد الصغير راه جاي. اي واحد راه باغي يعاون هاد الاطفال ال3 اللي اخوه تاع اسماء الله يرحمها اتصلوا بيا ابعثوا لي وانا نبعثكم مباشره عن ناس يدوكم عند الاطفال. نعاود الهدف تاعنا هو مساعده الاطفال ال3 خوات اميمه. ماناش نهضروا على الام، ماناش نهضروا على الكبار، انا نهضروا على الصغار. انا باغيين نعاونوا الاطفال 3 خوتها ليهم باقين وهم في حاله نفسانيه حرجه. اي واحد باغي يساعد اتصلوا بينا باش نوصلوكم للاطفال ال3 وشكرا.